بسم الله الرحمن الرحيم. انا خوخه من قناه نيانه يا مرات اخويا. النهارده هعمل لكم افكار جميله ومجنونه وسريعه، سرعه البرق، يعني انك تعملي لانش بوكس لاولادك وهم ماشيين. انا عندي بنتين، ده اللانش بوكس بتاعي الكبيره وده بتاع قطه الصغيره. يعني ربنا يكون في عوننا بقى. هنبدا بقى نعمل ونجيب من السوبر ماركت حاجات بقى، ابونا ومش عارفه ايه هقول ايه. يعني دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ انا عندي افكار جميله جدا، خليكي معايا لاخر الفيديو عشان تعرفي الافكار دي المجنونه الجميله من خوخه. تمام. اللانش بوكس فيه كام تقسيمه، وبقول لك العيال عايزين نملى دي ونملى دي ونملى دي كمان. ده كمان عايز يتملى وده. طب هنحط في دي ايه؟ هنقول كل الوقت هنقول كله. وجايبين شوكه وسكينه، الله يرحم امكم. ونقول ايه كمان؟ تعالوا بقى اما اقول لكم هنعمل ايه. اول يوم هقول لكم نعمل ايه، تاني انت تكتبي كده في ورقه زي ما بتعملي للبيت. هتطبخي ايه النهارده، هتعملي ايه للعيال النهارده. تمام. تفاحه بقى بتخترع عليها، بتقول لي ايه؟ انت تجيبي للعيال حاجات بقى من السوبر ماركت والكلام ده. فانا قلت لها انا عندي فكره مجنونه وهفاجئ كل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلا يعني اول يوم هحط لهم رز. يعني هنملى اللانش بوكس من هنا رز وقشر لهم سمك. انا مقشره سمكه. العيال لازم تاكل، العيال لازم تتغذى. هنحط لهم ايه؟ يعني لازم العيال تتغذى سمك، واحط لهم رز في اللانش بوكس. ادا مثلا اول يوم نملى اللانش بوكس. ادا فكره اول يوم. هيقولوا هيتزفر، احنا هنقشر وهم جايبين لنا الشوك والمعالق نعمل بها ايه. على فكره هم بيفكروا، احنا اللي مش بنفكر. هياكلوا طبعا بها الرز، هم ياكلوا بها عيش؟ مش هاكلوا بها عيش طبعا، لازم جايبين لنا ده عشان ناكل بها رز. انا يعني فقيقه يعني، فانا عرفت ان هو يتاكل بها ايه، رز. اول يوم رز وسمك. تمام. هنقشر لهم سمك ونحط لهم رز ونحط لهم في ديت شويه عصير ولا حاجه وايه، ونجيب لهم مثلا ايه خياره كده ولا حاجه ونقشرها لهم مع طماطمايه. لازم يبلعوا سلطه كده يعني في جهه من الجهات دي. امال احنا هنملى الجهات دي ايه؟ تمام. خليكي معايا. ادي اول يوم. تعالي تاني يوم بقى هيبقى ايه يا خوخه؟ ده طبيخ رز برضو. هيبقى رز وطبيخ. الطبيخ ده ايه يا خوخه؟ الطبيخ ده كان عندي في الفريزر، اطلعه يفك على الصبح في التلاجة على رف التلاجة، والصبح ايه هيكون فكه سخنه واحط لهم رز وطبيخ وايه، واحط لهم برضو ايه اي حاجه حلوه، ان كان تفاحيه ولا ايه، تفاح غالي. احط لهم ايه ولا حبه عنب، ايه هنحط ايه، جوافايه ولا حاجه في وسط الحاجه كده. بس اهم حاجه العيل ياكل وجبه. العيل ياكل وجبه، مش جايب لنا الشوك والمعالق ديت كده تخلي العيل ياكل كده ويمخمخ ويعرف يجاوب. انما تفاحه بتقترح عليا ان انا راح اجيب ايه، لانشون وجبنه رومي وشوكولاته، والعيل تبقى هاي فاي وجايين مش ناهضين يتكلموا، وعيش من اللي هو الفينو الطويل ده، ومش العيال تيجي مش ناهضه تتكلم. انما لما ياكلوا رز بقى وطبيخ والكلام ده ويعمروا يبقوا تمام. تعالوا بقى كمان يوم كمان كده نعمل ايه غير الطبيخ ده، ونركن الطبيخ والرز على جنب كده. تعال دي فسيخ، نص فسيخه اهي. تمام. ومعاها عيش وليمون ونقطع وناكل، واحط لهم في ديت هقطع دي الفسيخ ده واحطه هنا كده، واحط لها العيش كده وهي تعمل سندوتش. مش عاملاها انا سندوتشات مع طماطميه وخيارات. ايه البت لو كلت فسيخ كده الدم يجري في عروقها وفي دماغها كده، خلاها تفوق. انما هتاكل شيبسي وبيبسي ما عدناش نافعين لو كلنا شيبسي وبيبسي. ويوم كمان عندي برضو فراخ كده هوت في الفريزر،
هطلعها برضو بانيه واقطعها واحطها مع عيش مع رز برضو كده. ادي انا عديت الاسبوع مع حاجه حلوه. يبقى انا كده عملت ايه؟ ادي عملت اللانش بوكس بايه؟ مره طبيخ اهو، مره سمك، مرة نجيب لهم لو في نفسهم فرنجة نجيه ما نجيبش ليه، ومرة فسيخ وياكلوا والعيال تتغذى بدل اللي احنا بنجيبه اللانش. في اللانش بوكسات لازم تتمله، مش لازم نملاها بقى ونجيب بقى بتاعة اللانش ونبقى قد كده اللي بتاكليه من البيت وتطبخيه اديه لابنك ولا بنتك. رخلة بقى تلاقي ابنك كده بيخبط عليك وداخل اه ياما انا عامله ايه ياما، تلاقي الواد حمش كده والبت مليانه وحلوه كده، ايه انت عامله ايه النهارده كده. انما لو اكلتهم هاي وفاي وناي ونايتي وحاجات من ديت ولانشون وجبنه، انا هبتان انت عامله لنا ايه للاكل النهارده يا ابني بنتي؟ ما انت واخده سندوتشات، هي السندوتشات دي بتشبع ويجوا هبطانين مش ناهضين يشيلوا حتى الشنطه. انما لما يعمروا دماغهم رز وطبيخ وسمك وفسيخ هيبقوا ايه؟ هتبقى عيال جامده كده وتقدر تشيل وتحط. انما يجوا فاي شاي كده ما احناش نافعين. وده اللانش بوكس وده الافكار الحلوه اللي انتوا بتعملوا لنا كل يوم. هنعمل ايه لللانش بوكس وهنأكل العيال ايه؟ تعالي يا اختي خدي اللي تطبخيه حطيه لعيالك في اللانش بوكس وهم مش مخلينك عايزه حاجه. يعني ده هي لو فتحتيها هتحطي فيها الطبيخ عمره ما هو واقع. ودي لو فتحتها وحطيتي فيها الرز من هنا عمره ما هي واقعه، هتسد عليها الغطا. ودي لو حطيتي فيها الخياره ولا الطماطمايه هتاخدي والبت تفرش كده وتاكل، ولا الولد يفرش كده وياكل بدل ما يجوا جعانين كده علينا. وانت عملنا ايه للاكل؟ احنا مش ناقدين نروح الدرس. انما لما بياكلوا رز وطبخ كده يدخلوا عليكم يا يما عامله ايه يما، دماغه متعمره بقى عايز ياكل. شفت الفكره حلوه ازاي؟ وفي افكار جديده مع خوخه اللي جايه بعد ده.